بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، وبمناسبه عيد الاضحى المبارك ينعاد عليكم الايام بخير يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كبده العيد. هنعملها بالرده بطريقه حلوه جدا وطعمها خطير، وهقول لكم ازاي تطلع معاكم مقرمشه من بره وطريه من جوه. يلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا واقول لكم انا جهزتها ازاي. معايا هنا كبده متقطعه شرايح وتكون رفيعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجهز التتبيله اللي هنحط فيها الكبده. معايا ميه بصل وعصير ليمون، واحط عليها ملح وفلفل اسود ونص معلقه صغيره من الكزبره وشعره صغيره من الشطه، وهنا الشطه اختياري. وهنحط كمان نص معلقه من الكمون، ولو عايزين عندكم بهارات من الكبده تقدروا تحطوا معاها نص معلقه كمان. هنحطهم بقى كده في الطبق بتاعنا، وهنقلب التوابل كده مع ميه البصل والعصير الليمون اللي حطيناهم. وهنحط بقى الكبده بتاعتنا في التتبيله ديت، يعني تقريبا من نص ساعه لساعه كده في التلاجة. احنا مش هنحط توابل اكتر من كده على الكبده، عشان احنا عايزين نحس بطعم الكبده. والتوابل الكتير متغيرش طعمها. انا ما حطيتش فلفل ولا اي حاجه، انا اكتفيت بس بالبهارات وميه البصل. في ناس ما بتحطش ميه بصل، ممكن تحط نص معلقه من بودره البصل نفسها او بودره الثوم. هنبدأ بقى نجهز الكفر بتاعنا اللي هنغلف بيه الكبدة. معايا هنا كوباية من الردة، حطيت عليها نص كوباية من الدقيق، وكمان هحط معاها رشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من الفلفل الأسود. هنقلبهم كده كويس جدا مع بعض، وهنسيبهم على جنب لحد ما الكبدة تقعد في التلاجة نص ساعة. على ما الكبدة بقى تقعد في التلاجة نص ساعة، هنبدأ نجهز كده كمان معاها سلطة الحاتي اللي بتتقدم كده مع الكبدة في المطاعم. معايا هنا هوت فلفل حار، ومعايا طماطم، ومعايا بصل، ومعايا خيار وجزرة مبشورة، وفلفل ألوان أصفر مقطعاه قطع صغيرة. هحط عليهم عصير ليمون، وهحط كمان معايا نفس التوابل اللي حطيتها على الكبده هحطها كمان على السلطه. ملح وفلفل اسود وبابريكا وشطه وكمون ونص معلقه صغيره من الكزبره. وحطيت كده مكعبات من التلج، وهحط نص معلقه نص كوبايه من الخل الابيض. هحط كمان عليهم هغطيهم كده بالميه، تقريبا لتر كده من الميه. وهنقلبهم كده كويس جدا مع بعض. طبعا تقدروا تدوقوها وتشوفوا الملح بتاعها مظبوط ولا لا، وبرضو تقدروا تشوفوا هي محتاجه ليمون زياده محتاجه خل. وخلاص هنسيبها بقى في التلاجة، والتتبيلة دي تقعد في التلاجة، او مية السلطة دي تقعد في التلاجة تقريبا مش اقل من ساعة. كده بقى خلاص كان نص ساعة عدت على الكبدة. هطلعتها من التلاجة، وهنبدأ بقى نغلفها كويس جدا بالردة والدقيق اللي احنا عملناهم مع بعض. هنعمل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد بنات حلوة جدا الطريقة ديت، والمية البصل والليمون مديها طعم حلو جدا. يعني انا بفضل ان هي تبقى كده بمية البصل عن التوم، يعني انا ما بهرس توم فيها ولا اي حاجة. احنا لما بنشتريها من بره ما بيكونش طعم التوم ما بيكونش باين فيها، فممكن تستخدموا التوم البودر او البصل البودر. وزي ما قلت لكم ميه البصل هي اللي بتديها الطعم الحلو زي ما بنشتريها من بره بالظبط. طبعا احنا هنا بقى في البيت عاملينها طبعا بايدينا بطريقه نظيفه. كلنا بنحب سندوتشات الكبده من بره، نقدر نعملها بقى في البيت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هتطلع معاكم حلوه جدا. جربوها بالطريقه بتاعتي وان شاء الله تعجبكم. خلاص خلصنا بقى كده الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا بقى هنا زيت سخن والنار متوسطه. اهم حاجه الزيت يكون سخن. لو حطيناه على زيت بارد الرد هتفك من على الكبده. فهنا الزيت سخن والنار متوسطه زي ما قلت لكم، ما تكونش عاليه قوي ولا هي هاديه قوي. تقريبا ما بتاخدش وقت خالص على النار، يعني دقيقه بالظبط على كل اتجاه. يعني بالكتير قوي دقيقتين هتكون خلصانه وجاهزه معاكم. اول ما تاخد بقى اللون الذهبي الفاتح دوت بطلعها على طول، وبتكون جاهزه معايا. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها برضو بنفس الشكل وبنفس الطريقة. اهم حاجة بنات النار تكون متوسطة، لو عليتوها زيادة هتتحرق بسرعة وتاخد لون، والكبدة مش هتكون استوت. ولو هديتوها ولو النار هادية قوي هتشرب الكبدة معانا، هتشرب زيت، والكفر اللي عليها هيفك منكم. فالزيت يبقى سخن والنار متوسطة، وهتطلع معاكم مقرمشة كده وتكون طرية من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينها ده. وكده خلاص اكون انا بقى خلصت الكميه كلها، وهتطلع معاكم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وميه السلطه، وعملت كمان معاها شويه طحينه. تقدروا بقى تقدموها مع اي حاجه انتوا بتحبوها، بطاطس محمره تعملوا معاها شويه مكرونه. وكمان
هنا بقى انا عملتها سندوتشات، كنت عاملاها سندوتشات، واستخدمت كمان العيش الابيض. لو عندكم عيش برده وحابين تستخدموه برضو هتبقى حلوه جدا معاكم. ممكن كمان في العيش الفينو تعملوها كده بردك سندوتشات حلوه جدا. وكده خلاص بقى يا بنات، اكون انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو. جربوها بنات وقولوا لي رايكم فيها، وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واتمنى الفيديو ان هو يكون عجبكم ان شاء الله.